كمان النهاردة هضيف لك حاجة تانية. محتاج ان يبقى في حياتك حياء. لازم يبقى عندنا حياء. والحياء ده قد يكون من الله وقد يكون من النفس وقد يكون من الناس. لازم يبقى في حياتك الحياء، لأن الحياء خلق حميد. خلق حميد يبعث على ترك القبيح، يعني يخليك الحاجة القبيحة تتركها، ويخليك تسارع في الشيء الحميد المحمود. هو ده الحياء. خلق يبعث حاجة جواك في داخلك تخليك ما تعملش حاجة قبيحة، تخليك ما تعملش حاجة مش منضبطة، تخليك لو عملت حاجة غلط تلاقيك انت محرج من الآخرين. ولذلك في تعريف للحياء عند أهل العلم يقولوا فيه هو تغير وانكسار يعتري الإنسان عند خوف ما يعاب به أو يذم. تغير وإيه؟ وانكسار. يعتري الإنسان، يحصل له تغير كده وانكسار ويخاف ويقلق عند خوف ما يعاب به أو يذم. ولذلك الحياء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير كله. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى اتصف بالحياء، والملائكة الكرام اتصفوا بالحياء، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتصفوا بالحياء، وصالح المؤمنين اتصفوا بالحياء. ففي الحديث إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه ويردهما له خائبتين. إذن هناك حياء. هناك حياء من الملائكة في الحديث أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هناك حياء من الأنبياء. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء. هناك حياء من المؤمنين الصالحين. كم كان حياء عائشة رضي الله عنها، كم كان حياء فاطمة بنت أبي بكر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كم كان حياؤهم؟ كم؟ ازاي كان عندهم حياء؟ المرأة التي دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في سؤال لأنها تخاف على عباداتها، هي خايفة على العبادات، فهي يعتريها الحيض ويعتريها نفاس وحاجات كده مش عارفين ايه احكامها، هل دي زي دي ودي زي دي ولا لا؟ فتروح للنبي تتجمد وتروح تقول له كده إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ شوف قد ايه، لأنها تخاف على دينها وتخاف على عباداتها، فمن شدة خوفها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. إذن الحياء خلق يتصف به كل مؤمن، لكن انت لو ما عندكش حياء فتأكد أنك تهدم الإيمان. انت بتهدم في إيمانك هدم، لأن الحياء لبنة في البناء. يبقى إنسان عنده بناء متكامل لازم يبقى عنده حياء.